السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض التقييمات الخاصة بالصف الرابع الابتدائي الأسبوع الخامس. هنحل مع بعض الأداءات الصفية والهومورك والامتحان الأسبوعي. هنبدأ بالأداء الصفي، والسؤال بيقول choose the correct answer، أسئلة اختياري. نمبر 1 بيقول tomatoes have إيه inside، الطماطم تمتلك إيه جواها. أول اختيار roots يعني جذور، flowers الورد، seeds البذور، ولا shoots اللي هي البراعم. طبعا الطماطم عندها seeds inside يعني البذور جواها. نمبر 2 بيقول we water the plant and the roots grow space the soil، يعني احنا بنروي النبات والجذور بتنمو فين بالنسبة للسويل للتربة. طبعا بتنمو وتكبر تحت السويل، يبقى الإجابة الصح under the soil. Number 3 some plants live in the agricultural habitats like and orange tree، يعني مين النباتات اللي بتعيش في الموطن الزراعي ومعاها كمان شجرة البرتقال. طبعا نبات الفول. آخر اختيار bean plant. bean plant. Number 4 plants that live in the don't need a lot of water، يعني ايه؟ يعني النباتات اللي بتعيش فين هي اللي مش بتحتاج مية كتيرة، في السيتي في المدينة، ولا الديزرت الصحراء، ولا الريفر النهر، ولا ليك البحيرة. طبعا النباتات اللي بتعيش في الصحراء مش بتحتاج مية كتيرة. نمبر 5 بيقول لي ايه grow food for us، مين اللي بيزرع الطعام علشاننا؟ farmers teachers doctors ولا nurses. طبعا من غير تفكير farmers grow food، مين اللي بيزرع الأكل؟ الفارمرز. نمبر 5 بيقول لارا is نقط than إلين، يعني في مقارنة هنا بين لارا وصاحبتها. ما في ذان في الجملة يبقى دي مقارنة، يبقى هنا هنجيب صفة مقارنة فيها er، أو لو الصفة طويلة هيبقى قبلها more والصفة. هندور في الاختيارات هنلاقي في صفة وفيها er، يبقى دي الصفة المطلوبة. يبقى old كبير ولا older أكبر من. طبعا من غير ما أكمل older than يعني أكبر من، يبقى لما نشوف than نجيب الصفة اللي فيها er على طول. نمبر 7 بيقول the fruits are، الفواكه بتكون ايه than the candy، برضو هنا صفة مقارنة. طبعا الصفة اللي هتيجي هنا هي healthier، يعني ايه؟ ان الفواكه صحية اكتر عن الكاندي. نمبر 8 بيقول سالي is space than آدم، هنا برضو مقارنة بين سالي وآدم، طالما في شخصين وفي than يبقى نحط للصفة ايه er، او لو صفة طويلة تاخد more. طبعا هنا عندي taller ولا tallest ولا more tall ولا most tall. الصفة طول يعني صفة قصيرة في المقطع بتاعها فتاخد er، ما ينفعش more مع tall، لا هنا taller than. number 9 Tom is a than جون، توم وجون برضو في مقارنة. happy توم سعيد ولا أسعد من؟ لا أنا عايزة أسعد من. happier كان أصلها واي، happy كان أصلها واي، ولما جينا ضفنا حذفنا الواي وحطينا I و E و R، تمام كده، فهتكون happier اللي هي B. number 10 summer is than autumn، برضو في مقارنة بين فصلين، فصل الصيف وفصل الخريف. فهنا جايب لي more hot ولا hot ولا hotter ولا hottest. طبعا هنا hot مقطع قصير فهنحط لها er، و hot آخرها consonant وقبلها vowel، فهنضاعف حرف التي ونحط er hotter than، يعني بيكون أحر أو أسخن من فصل بكده نكون خلصنا الجزء الأول اللي هو الأداء الصفي. ندخل على الواجب، وهو عبارة عن برضو أسئلة اختيارات. نمبر 1 بيقول the movie I watched yesterday was than the play، يعني الفيلم اللي أنا اتفرجت عليه yesterday امبارح كان بالنسبة للمسرحية. وهنا برضو بتكلم على صفة مقارنة اللي هي بتاخد er، أو الصفة لو طويلة بتاخد more. طبعا هتكون funnier اللي هي جاية من funny يعني مسلية، وfunnier يعني مسلية أكثر من، يبقى الإجابة الصح هتكون C. نمبر 2 the English grades are، يعني درجات الإنجليش كانت than the science grades، درجات الإنجليش والناحية التانية درجات الساينس، فهنا مقارنة بين درجات الإنجليزي ودرجات العلوم.
فطبعا هنحط ايه صفة المقارنة. أول حاجة good يعني جيد، طبعا مش مقارنة. better هي اللي مقارنة، يبقى good صفة درجة أولى good، والمفروض لو في مقارنة بحط لها er، فمش هتقبل er لأنها irregular adjective، يعني صفة غير منتظمة، إيه بتكون better، بتكون إيه better. number 3 لينا is إيه than سارة. لينا بتكون إيه happier، يعني سعيدة أكتر من سارة. number 4 the train is than the bike. في مقارنة برضو بين الترين القطر والبايك الدراجة، فهنختار طبعا faster than يعني أسرع من. number 5 China is than Japan. يعني هنا برضو بيقارن بين دولة الصين ودولة اليابان، فهناخد الصفة اللي فيها er bigger than. ولسه مكملين في الهومورك. نمبر 6 بيقول يوسف's car. عربية يوسف is than لينا's car. عربية يوسف وعربية لينا، فهنا مقارنة وعندي than، فهنحط ايه طبعا الصفة وفيها er اللي موجودة في الاختيارات slower، يعني عربية يوسف أبطأ من عربية لينا. نمبر 7 tomatoes are. الطماطم بتكون ايه before they are red. قبل ما تكون لونها أحمر بيكون لونها ايه؟ بيكون لونها أخضر green. نمبر 8 our tomato plants. يعني نبات الطماطم are بيكون on the balcony. بيكون ايه على البلكونة. growing ينمو. finding يعني يجد. watering يعني ايه يروي. becoming يعني يصبح. فالصح ان هي بتكون ايه بتنمو وبتتزرع على الايه البلكوني growing. Number 9 plants near rivers and lakes need a lot of ايه النباتات اللي جنب نهر النيل والبحيرات. طالما هي جنب نهر النيل والبحيرات وبتتزرع جنبها، إذا هي محتاجة a lot of الكثير من ايه طبعا water اللي هي C. Number 10 she is the. هي بتكون الايه girl in the class. هي البنت ايه في الفصل. عندي هنا بنت لوحدها والفصل كله، يبقى هنا superlative يعني صفة التفضيل. بتعوز ايه ذا والصفة فيها est. تاني بتعوز ذا قبلها والصفة بعدها، واخر الصفة بنحط est. the tallest الأطول، البنت الأطول في الفصل. كده خلصنا الواجب المنزلي الخاص بالأسبوع الخامس. هندخل على التقييمات، وهي 2 نماذج. هنحل أول نموذج وعبارة عن حل أسئلة ترتيب. تمام. رأس السؤال بيقول put the words in the correct order، يعني حط الكلمات اللي عندك دي في الترتيب الصحيح. يلا نحل مع بعض كده شفوي، وبعد كده هكتب لكم الجمل في آخر السؤال. نمبر 1 بيقول لي roots الجذور، وذا وأندر وذا وجرا وسويل. عايز يبدأ بذا، طالما ذا يبقى عايز يبدأ بالفاعل. مين هنا الفاعل؟ الروتس الجذور، والفعل grow يبقى الفاعل عايز بعديه فعل. the roots grow بتنمو under the soil. نمبر 2 عايز يبدأ بتوماتوز. توماتوز اللي هي الفاعل، عايزة فعل وراها. have tomatoes have عندها ايه seeds inside، عندها بذور جواها. نمبر 3 عايز يبدأ بفارمرز الفلاحون، مالهم عايزين فعل. هندور هنلاقي grow يعني يزرع، يبقى farmers grow بتزرع ايه بيزرعوا food for us علشان to eat علشان ناكل. تاني farmers الفاعل، والفعل grow يزرع، وايه اللي بيتزرع المفعول به اللي هو food، يبقى farmers grow food for us علشان to eat علشان ناكل الطعام ده. نمبر 4 عايز يبدأ بلوكاس وجايب لي United States يعني الولايات المتحدة، وليفز وإن ذا ونا فارم في المزرعة، فهقول له لوكاس الفعل lives يعيش، on a farm في مزرعة in the United States يعني في الولايات المتحدة. نمبر 5 عايز يبدأ بزروز الوردة الحمراء، مالها is taller than ودي صفة مقارنة، وعايزة وردة تانية دايزي. عايزة ايه the rose is taller than من الوردة التانية هي وردة الدايزي. النموذج اللي بعديه هو برضو نموذج ترتيب. نمبر 1 بيقول لي ابدأ بتوماتوز الطماطم، والجملة دي لسه حلين زيها في الاختيارات. توماتوز مالها، هقول له عايزة فعل are يعني يكون. tomatoes تكون green بتكون خضرة ايه before قبل زي ما هما are red يكونوا لونهم أحمر، يبقى الطماطم بتكون خضرة قبل ما تكون لونها أحمر. تاني tomatoes are green before they are red. number 2 عايز يبدأ plants.
النباتات مالها هنا عايزة فعل. طيب عندي need ونير جنب وليك بحيرة وريفرز أنهار ووتر المية والكثير من. هقول له النباتات اللي جنب البحيرات والأنهار بتحتاج مية كتيرة. هقول plants near rivers and lakes. تاني plants near rivers and lakes يعني النباتات اللي جنب الأنهار والمحيطات أو سرق البحيرات عايزة فعل. ايه الفعل؟ تحتاج need a lot of water. تاني plants near rivers and lakes مالها need بتحتاج a lot of water. نمبر 3 where يعني أين. طالما عندك أداة استفهام يبقى عايزة فعل مساعد، والفعل المساعد موجود في الجملة do. where do وبعد كده الفاعل you. where do you live أنت بتعيش فين، أين تعيش. نمبر 4 the sunflower يعني وردة عباد الشمس مالها عايزة فعل is. the sunflower is تكون the tallest flower أطول الورد، أطول أنواع الورد. نمبر 5 عايز يبدأ بلوكس واحنا قايلين زيها برضو. لوكس عايز فعل lives بيعيش فين. هقول له lives with his mom and dad مع مامته وباباه on a farm في المزرعة. ندخل على آخر نموذج، وعلى فكرة الأسئلة هنلاقيها متكررة كتير سواء في الترتيب أو في الاختيارات اللي قبل كده. برضو هنا سؤال ترتيب عايز يبدأ بأور توماتو. أور توماتو إن الطماطم بتكون plants. أور توماتو plants يعني نباتات الطماطم. يبقى تاني نباتات الطماطم ده فاعل عايز فعل، يبقى our tomato plants ده الفاعل. فين الفعل؟ are growing يعني بتنمو وبتتزرع on the balcony. on the balcony. نمبر 2 عايز يبدأ بplants النباتات مالها عندي water يعني مية أو يروي don't وin the وذات live وديزرت ونيد. هنا النباتات والصحراء وبتحتاج، وهنا لا وتعيش. هقول له النباتات التي تعيش في الصحراء لا تحتاج الكثير من الماء. هقول له plants that live in the desert. تاني plants that live in the desert مالها don't need a lot of water أو don't need water، بس طبعا هي محتاجة مية، بس المفروض نحط الكثير، ما بتحتاجش الكثير من الماء. طب ما عنديش الكثير من الماء هقول هكتب water على طول حسب الموجود عندي في الجملة. يبقى هقول له plants مالها that live in the desert don't need water ما بتحتاجش مية، بس الصح زي ما قلنا ان يكون موجود a lot of. نمبر 3 the sunflower وردة عباد الشمس is taller than the rose أطول من الوردة الحمراء. نمبر 4 عايز يبدأ بهاو. نشوف كده الجملة flower والوردة وبيج يعني كبير أو حجم وذا يعني قل وهاو يعني كيف. هقول له how big يعني ما الحجم. ما الحجم how big حجم how big is the flower ما حجم الوردة كبرها قد how big is the flower. نمبر 5 عايز يبدأ بلوكاس لوكاس's grandparents. هنا لوكاس وجراند بيرنتس يعني لوكاس وجدوده، بيتكلم هنا عن جدوده. أجداد لوكاس هنا ده الفاعل أجداد. decided قرروا decided to buy قرروا أن يشتروا some land بعض الأراضي some lands. تاني لوكاس grandparents decided to buy some lands. تمام، بكده نكون خلصنا الأداء الصفي والأداء المنزلي والتقييمات. يا رب تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله استنونا في الفيديو الجاي الخاص بالأسبوع السادس لسنة رابعة ابتدائي. مع السلامة.